بعد ماتش البنك الاهلي واللي حصل امبارح مجلس الاداره عاقب اللعيبه. طب انتوا مين اللي يعاقبكم؟ انتوا بقى مين اللي يعاقبكم؟ مجلس اداره الاهلي. الاخبار كلها بتؤكد وكل الصفحات بتؤكد ان مجلس اداره الاهلي قرر تجميد مستحقات لاعيبه الاهلي باستثناء مصطفى شوبير. باستثناء مصطفى شوبير، يعني كل اللعيبه اللي قبل كده. تعال اما اوريك لاعب منهم. الله عليك يا بيبسي تاو. المشكله بقى ان كمان احمد شوبير الاعلامي الكبير بتاعنا الخفيف ظريف العفيف مخيف الظل، مشرق كالشمس بدر كالبلوره. انا عايز اقول لك على حاجه، كابتن احمد شوبير منزل الصوره بتاعه بيرسي تاو دي وهو بيعمل الحركه دي وبيقول لك مهاره ابننا بيرسي تاو. انت يا اسطى بتسف عليه ولا طالع تستظرف ولا بتعمل ايه؟ ده الاعلام بتاعنا يا جدعان. ده الاعلام بتاعنا في الفتره دي، في الفتره بتاع الكابتن محمود الخطيب. لك ان تتخيل. فيا جدعان انا عايز اقول لك على حاجه، انت دلوقتي بتعاقب اللعيبه دي ما ذنبهاش حاجه. اللعيبه ديت ما عندهاش اللي يريحها. اللعيبه ديت ما عندهاش الدكه اللي تخلي كل لاعب يموت نفسه عشان يبقى عارف ان له بديل بره. يعني انت عندك من اول الدفاع لقدام كل اللعيبه عارفه ان انا هلعب غصب عن التخين عشان ما عنديش بديل. انا ما عنديش بديل. الحلول كلها في خط الوسط. انما على مستوى الدفاع رامي ربيعه فين؟ اشرف داري اللي كل شويه اتصاب ده فين؟ يوسف ايمن، ياسر ابراهيم نفس الكلام. يوسف ايمن فين؟ باك شمال ما فيش غير يحيى عطيه الله. باك يمين انت بتلعب لي اصلا كابتن خالد عبد الفتاح وانت عندك عمر كمال وعندك اكرم. فاللعيبه يا جدعان ملهاش بدله، فهتلعب ازاي؟ انتوا بقى مين اللي يعاقبكم؟ الغلطات بتاعتكم، الاخفاقات بتاعتكم، عدم الجديه في ملف الصفقات، في كل ده مين اللي يحاسبكم؟ مين بقى اللي يحاسبكم؟ هو انتوا فالحين بس تعاقبوا اللعيبه؟ هي اللعيبه دي مكن؟ هو انت بتطلب من اللعيبه ديت؟ اللاعب انا بالنسبه لي لازم يبقى راجل ويموت نفسه في الملعب. بس 5 سنين اللعيبه دي مستهلكه. مستهلكه. يا جدع ده اللعيبه ديت خدت بطولات زي صباح الخير. يا عم هنقول تشبع هي مش تشبع ولكن مستهلكه. اللعيبه تعبت، لازم يكون لها بدلاء. انتوا بقى اللي غلطانين اصلا في الحوار ده من اوله. بتحاسبوا اللعيبه ليه؟ صح؟ صح ولا كلامي غلط؟ انتوا بقى كمجلس اداره مين اللي يحاسبكم؟